تخيل تبقى مهندس قاعد بسبب حادثة دمرت حياتك وخسرت فيها مراتك وبنتك، والحاجة الوحيدة اللي فضلالك في الدنيا الكلب بتاعك، وفجأة الدكتور يقولك المرض ملوش علاج والكلب هيفضل يتعذب لحد ما يموت، وفي نفس الوقت تكتشف ان في عصابة بيحفروا تحت بيتك علشان يسرقوا بنك، وساكنة معاك واحدة طلعت جزء من العصابة. ساعتها السؤال مش هتبلغ الشرطة ولا لأ؟ السؤال الحقيقي لما كل حاجة في حياتك تضيع ممكن تعمل ايه علشان تعيش؟ وقبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي في التعليقات، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتنزل فورا تكسر زرار اللايك. ويلا بينا نكمل. بداية فيلمنا النهاردة مع مهندس قاعد اسمه خواكن، واللي بنشوفه بيكلم عيادة بيطرية علشان يعرف نتيجة تحليل الكلب بتاعه واللي بيكون اسمه كازيميرو، لكن الدكتور بيصدمه لما بيقول له ان للأسف المرض ملوش علاج وان الكلب هيفضل يتعذب لحد ما يموت. وكان خواكن عاوز ينقذ الكلب بأي طريقة حتى لو هيدخله عمليات جراحية مكلفة، لكن الدكتور أكد له إن مفيش أمل. علشان كده قرر خواكن بالرغم من حبه لكازيميرو إلى إنه هيدور على عقار يموته بيه من غير ألم، وبعدها حقن العقار في البسكويت بتاع الكلب، ولكنه كان متردد جدا يعمل كده وقرر يركن علبة البسكويت لحد ما ياخد قرار نهائي. وبسبب إنه محتاج فلوس قرر إنه يعمل إعلان علشان يأجر أوضة في بيته، وبالليل بتجيله واحدة اسمها بيرتا علشان يشوف الأوضة، وكان خواكن متضايق منها بسبب إنها جت من غير ما تتصل بيه تعرفه، ولكن علشان بيرتا عاوزة الأوضة جدا قالت له إنها هتأجرها، وفي نص ساعة بس كانت جابت حاجتها كلها في البيت. وفي أول يوم لبيرتا كانت بتحاول إنها تكون اجتماعية وعاوزة تساعد في نظافة البيت، لكن خواكن كان باين عليه الاكتئاب وقال لها بصراحة إنه مش مأجر الأوضة علشان يلاقي حد يساعده في البيت أو يتكلم معاه، فبتفهم قصده وبتسيبه وبتمشي. ووقت ما كانت بيرتا بتلف في الشقة شافت خطاب انذار لخواكن بسبب انه عليه فلوس ومش بيسددها. وتاني يوم بنشوف بيرتا وهي قلبة الدنيا على بيتها بيتي، وخرجت تدور عليها في جنينة البيت، وبرغم ان خواكن قال لها ان الباب كان مقفول ومستحيل تكون خرجت، لكن بيرتا ما سمعتش كلامه وراحت تدور، وهناك بتشوف عربية متكسرة ومتسابة في الجنينة، وبتفهم ان العربية دي هي كانت السبب انه يعيش بقى حياته على كرسي بعجل. وفي الاخر بتقدر تلاقي بنتها اللي كانت مستخبية في الدولاب، وبسبب فضولها قررت انها تفتح شنطة الصور بتاعت خواكن، وشافت صور كتير ليه مع مراته وبنته، وكمان شافت صورة ليه مع الكلب كازيميرو وهو صغير، وبتفهم انه كان عنده عيلة وبسبب الحادثة خسر كل حاجة ما عدا الكلب ده. وتاني يوم بتقوله يطلع فوق السطح، وبرغم انه ما كانش موافق لكن سمع كلامها وكانت عاملة له مفاجأة وبتحتفل بعيد ميلاده، وقعدوا يتكلموا وسألته ليه مش بيحب يتكلم مع الناس، فقال لها انه عايش لوحده من فترة وشايف ان كده احسن، وقال لها انه حاول يتكلم مع بنتها بيتي لكنها ما ردتش عليه، فقالت له انها ما بتتكلمش من سنتين، والدكتور قال انه ما ينفعش نضغط عليها، وسألته ليه ما فكرش يبيع البيت بتاعه طالما هو محتاج فلوس قوي كده، فقال لها ان البيت ده عزيز عليه جدا ومستحيل يبيعه. ولما لقيته زعلان قالت له انها اساسا شغالة رقاصة في الكازينو وقررت انها ترقص له علشان عيد ميلاده. وتاني يوم بيشوف بيتي وهي بتقرب من كازيميرو، لكن الغريب ان كازيميرو بيبدأ يحاول يقف على رجليه، وده دليل ان حالته ممكن تتحسن. ولما بيرتا حاولت تمنع بنتها تقرب من الكلب اتعصبت واصرت انها تشيله، وفي اللحظة دي افتكر خواكن بنته ومراته اللي ماتوا، فنزل البدروم وفضل يعيط علشان وحشه جدا، لكن فجأة سمع صوت جاي من ناحية الجدار فقرب علشان يسمع واستعمل سماعة، ولقاهم بيتكلموا عليه وانهم هيوقفوا الشغل لحد ما يطلع تاني لشقته. وفي نفس الوقت جات له بريتا وقالت له ان الكلب بتاعه وقف تاني على رجليه ولازم يطلع علشان يشوفه، ولانها جهزت العشاء. وقبل ما يطلع حط السماعة على الحيطة ووصلها بمايك وبدأ يسجل كل اللي بيتقال الناحية التانية، ولما رجع بدأ يسمع التسجيلات وبدأ يعرف اساميهم وكتبهم، وهم بيتشي وجاليتو وريني وكاناريو، وعرف ان عندهم خطة مع تنفيذها يوم السبت 24 ديسمبر واللي هيكون يوم احتفال العيد، وبكده يبقوا قدامهم لسه 10 ايام. فقرر انه يراقبهم صوت
فيديو وصورة، فحفر في الحيطة ودخل كاميرا صغيرة جدا ووصلها بالكمبيوتر، وحط فوق مدخل الكاميرا جهاز قديم علشان بيرتا ما تاخدش بالها لو نزلت، وبدأ يسمعهم في السماعات ويشوفهم عن طريق الكاميرا. لو انت مكان خواكن ممكن تتصرف ازاي في موقف زي ده؟ قول لنا في الكومنتات. اما خواكن قرر انه يغلي العقد بتاع بيرتا وطلب منها تسيب البيت وتمشي، لكن بيرتا قالت له انت كده بترمينا في الشارع، وطلبت منه يفكر تاني علشان بنتها اللي هتتبهدل بيها لو مشيوا. ولما نزل يكمل تصنت على العصابة اتفاجئ ان بيرتا راحت لجاليتو وبلغته انه عاوز يمشيهم من البيت، فعرف انها جزء من العصابة وانها اصلا على علاقة بجاليتو، وهو اللي خلاها تقعد معاه علشان تنقل لهم كل تحركاته. وفي الاخر جاليتو طلب منها ما تجيش تاني لان ده هيكون خطر عليهم، وقال لها حاولي تمطلي معاه لحد يوم 24 وقولي له انك ما لقيتيش شقة تانية. ولما رجعت تاني لاخواكن قال لها ما تنزليش البدروم وانا اللي هطلع لك، ولما طلع قال لها انها ممكن تكمل في البدروم مؤقتا لحد ما تلاقي حاجة احسن. وبعدها راح يتكلم مع بيتي لانه شاكك انها بتتكلم او ممكن تكون مخطوفة من العصابة، لكن بيتي رفضت ترد عليه كالعادة. لكن وهو في المطبخ شافها وهي بتهمس لكاسيميرو، فعرف انها بتتكلم لكن مش عاوزة تتكلم قدامه. ولما نزل البدروم علشان يكمل مراقبة للعصابة لقاهم اكتشفوا واحد منهم معاه تليفون، وكمان بعت رسالة لحبيبته باللوكيشن البنك اللي هيسرقوه. وبنشوف جاليتو وهو بيعذب زميلهم الخاين من وجهة نظرهم وبيضربوه بالمفك في رجله. ولما كان بيصرخ كان خواكن ماسك التليفون ومتردد يتصل بالشرطة ولا لأ، لحد ما فجأة حطوا فوطة على وشه وجاليتو قتله، وقال لهم انه كل يوم لازم يبعتوا رسالة لحبيبته علشان ما تشكش في حاجة. وبالنسبة للجثة قال لهم يتواصلوا مع جوتمان علشان يساعدهم، فبيبدأ يجمع كل البيانات اللي معاه وبيعرف انهم بيعملوا نفق من تحت بيته مباشرة علشان يقدروا يوصلوا للبنك. وفي نفس الوقت بدأ خواكن يزرع جهاز تصنت في حزام الكلب علشان يسمع بيتي بتقول ايه للكلب. وبعدها بدأ يتكلم مع بيرتا وبيسألها اذا كان لها علاقات، فقالت له انها عاشت اكتر من قصة حب. وبعد شوية بدأت بيرتا تحس بدوخة فاتحركت ناحية السرير، وفي الوقت ده قال لها خواكن انه عارف كل حاجة عنها وانه حط لها منوم، فقالت له اوعى تقول اي حاجة لانهم هيقتلوك. فخرج حقنة منومة مدتها 6 ساعات واداها لها وقال لها ما تقلقش على بيتي وانه هيحافظ عليها. وبعد ما نامت بدأ يربطها في السرير ورجع البدروم علشان يكمل تصنت عليهم، وعرف ان في واحد من الشرطة اسمه جون واللي بيكون هو اللي مخطط لعملية سرقة البنك، وهو اللي بيقول لجالته على كل التفاصيل اللي محتاجها. ولما بيرتا صحيت راح لها وسألها ليه مرتبطة بجارليتو، قال لها لانه بيحبها وحنين عليها وعلى بنتها. فقال لها انت اكيد بتتكلمي عن واحد تاني، وطلع اللابتوب وشغل لها فيديو وهو بيعذب ويقتل واحد من زمايله، وسابها وخرج يتكلم مع بيتي وقال لها انه بيحبها وعاوز يفتح لها اوضة بنته علشان تلعب بالالعاب اللي فيها، وقال لها انها تقدر تاخد كازيميرو معاها في الاوضة. اما بيرتا فاتصدمت من اللي عمله جاليتو وبدأت تعيط لان الامان اللي كانت حاساه معاه فجأة اتبخر. ولما رجع لها قال لها انه بيبعت رسائل من تليفونها لجارليتو علشان يطمنوا ان كل حاجة تمام، وبيعرفها انه هيبدأ يحفر في البدروم بتاعه علشان وهما بيهربوا الفلوس هيقدر يسرقها منهم. فحذرته انه يعمل كده لانهم ممكن يقتلوه، وانه لو محتاج فلوس يقدر يبيع البيت بتاعه بدل ما يورط نفسه في مشكلة كبيرة. لكن خواكن كان مصمم على رأيه وبدأ يحسبها بالملي علشان يقدر يسرق الفلوس من غير حتى ما هم ياخدوا بالهم. لكن حصلت مشكلة للعصابة وانحرفوا مترين عن مخطط الرفع لانهم حسبوا المسافة بالميل وهي في الخريطة بالمتر، فده هيأخرهم يوم كمان عن الخطة بتاعتهم. وكمان بدل ما كانوا هينقلوا الفلوس على سير قرروا انهم يحطوا الفلوس في صناديق حيوانات صغيرة، وبكده كل اللي خططه خواكن هيبوظ. فقرر انه يوسع الفتحة وينزل بنفسه علشان يشوفهم هيعملوا ايه بالظبط في النفق. وفضل يزحف لحد ما وصل لماسورة المية وقاس القطر بتاعها، لكن وهو راجع لقى 2 من العصابة جايين ناحيته، فبسرعة رجع تاني وحطوا تراب وطين على جسمه علشان محدش يشوفه. ولما خرجوا رجع تاني لشقته وراح يتأكد ان بيرتا لسه نايمة، لكن اتفاجئ ان الكلب بتاعه نايم في نص البيت لوحده ومش لاقي اي اثر لبيتي، فخاف انها تكون نزلت النفق وجري بسرعة لدرجة انه وقع من على الكرسي ووصل لشاشة المراقبة وشاف بيتي فعلا وهي ماسكة ساعة في أوضة العصابة. وفجأة الأنوار اشتغلت وبيتي جريت واستخبت، وبيشوف رجل الشرطة الفاسد جون واللي بيلوم جارليتو على الغلطة اللي عملوها
عملوها، ونبه عليهم ان في شوية صناديق معينة في البنك اوعى يقربوا منهم لان فيها اجهزة انذار هترن عند اصحاب الصناديق، وقال لهم انهم هيفجروا خزنة البنك في نفس الوقت اللي هتتضرب فيه الالعاب النارية بتاعت يوم 25. وواحد من رجالة جارليتو اسمه ريني خد باله ان ساعته اختفت، وكمان خدوا بالهم ان النفق عليه علامات كأن حد دخله وراحوا يتأكدوا، وفي نفس اللحظة قفل خواكن النفق من عنده ومحدش خد باله، ولما مشيوا من الأوضة جريت بيتي على النفق وخواكن سحبها لبيته مرة تانية وبيفتش في جيوبها وبيلاقي الساعة اللي كان ريني بيدور عليها. وبعدها راح لبيرتا لما صحيت وقال لها انها لازم تساعده وانه عنده تسجيل صوته مهم ليها، وسمعها صوت بنتها لأول مرة من سنتين. لكن الفرحة ما اكتملتش لان بنتها كانت بتحكي للكلب كل حاجة وحشة جارليتو عملها لها، وبدأت بيرتا تنهار. وفي نفس الوقت جارليتو اتصل بيها وما كانتش عاوزة ترد، لكن خواكن صمم انها ترد عليه علشان ما يشكش في حاجة، وقالت له ان كل حاجة تمام. وبعدها بدأت تعيط علشان عاوزة تشوف بنتها، لكن خواكن كان خايف منها لا تعمل اي تصرف يضره، فقرر انه يديها حقنة تاني وبيخرج يشرب سيجارة بره، وبيتي كانت واقفة جنبه وبتتفرج على الالعاب النارية. ولما بيجي يوم العملية بيبدأ خواكن ينفذ خطته بعد ما سمعهم وهم بيتفقوا على ساعة راحة وهيبدأوا الساعة 8. ونزل النفق وبدأ يزحف لحد ما وصل لماسورة المية، واخد القنبلة ونقلها فوق الماسورة بالضبط علشان لما تنفجر تغرق النفق كله. وبعدها وصل لأرضية الخزنة وبدأ يكسر فيها علشان يفتح لنفسه طريق. ولما دخل الخزنة بدأ يسرق الصناديق اللي مش عليها أجهزة إنذار، لكن لسوء حظه وهو راجع لقى 2 من العصابة بيشيكوا على القنابل علشان يفجروها، فعرف انه لو كمل لبدروم بيته هيموت من الانفجار، فرجع بسرعة للخزنة تاني. وبعد الانفجار على طول اتحرك وسط التراب ورجع البدروم تاني، وفي اللحظة دي كانت ماسورة المية بدأت تشقق وعلى وشك الانفجار. اما العصابة فوصلت للخزنة وبدأوا يسرقوا الصناديق بسرعة، لكن فجأة سمعوا صوت المية وعرفوا انه النفق قدامه دقايق وهيغرق كله، وباظت الخطة بتاعتهم. وبسرعة خدوا اللي قدروا عليه وبدأوا يهربوا. وفي نفس الوقت كان خواكن قفل النفق ونايم جنبه علشان يتأكد ان محدش هيدخل منهم عنده البدروم، لكن واحدة من العصابة وهي بتحاول تخرج من النفق المية بدأت تغرقها، وبدأت تطلب المساعدة من زمايلها اللي سابوها وهربوا. فصعبت على خواكن وفتح علشان يساعدها، واول ما مسكت ايده بدأت تقول بصوت عالي ان في شخص في النفق ولازم يجوا بسرعة، فسابها بسرعة وقفل وسابها تموت غرقانة. وبدأت المية تغرق البدروم بتاعه، فاخد شنطة المسروقات واتحرك بسرعة ووقع كل حاجته فوق الحفرة وطلع شقته وخبى الشنطة في الدولاب. وفي خزنة البنك اتحبس 2 من العصابة وبدأت المية تدخل لهم الخزنة، ومسألة وقت ويموتوا غرقانين. وبقى قدامهم خيارين أحلاهم مر، وهو إنهم يموتوا أو يفتحوا الخزن اللي عليها إنذار علشان الشرطة تيجي تنقذهم. وبعدها راح علشان يصحي بيرتا، لكنها هجمت عليه وبدأت تقوله إنها عاوزة تهرب علشان تخلي بالها من بنتها، فحاول يقنعها إنه هياخد باله منهم وإنه عمل كده علشان مش عاوز يخاطر بحياتهم، وقال لها إنه معجب بها فعلا. ولما أصرت ضربها واداها حقنة منومة تاني، وبسرعة راح استحمى علشان لو الشرطة جت ما تشكش فيه، ولبس هدوم نظيفة وخرج قدام البيت بتاعه وشاف الشرطة والإسعاف وهم بيدخلوا البنك بسرعة. أما جارليتو اتصل بجون وقال له إن في 3 من رجالته غرقوا في النفق و2 اتحبسوا في خزنة البنك، وإن الحاجات اللي كان عاوزها من البنك غرقت كلها، فجون قفل في وشه السكة. أما خواكن فراح للشرطة وبلغ إن البدروم بتاعه غرقان مية، فطمنوه وقالوا له يرجع بيته وهم هيجوا لحد عنده. وبعد دقايق خبطوا عليه واتفاجئ إن ضابط الشرطة الفاسد جون هو اللي جاي يفتش شقته. ولما سأله أنت عايش هنا ولوحدك قال له لأ، وإنه عايش مع مراته وبنته. ونزل ضباط الشرطة صوروا كل حاجة في البدروم، وفي الآخر جون خد تليفون خواكن وسجل رقمه واتصل بيه وقال له لو حصل أي حاجة اتصل بيا وبلغني، وعرفه إن في فرقة من الشرطة هتجيله بكرة، ونبه عليه إنه ما يحركش أي حاجة في البدروم. وبعد أقل من ساعة جاله جارليتو ومعاه 2 من رجالته وقالوا له إنهم من الشرطة، فما كانش عاوز يدخلهم، وقال لهم إن الضابط جون لسه ماشي، فقالوا له إنهم فرقة مختلفة ومش هياخدوا من وقته كتير. فخرج تليفونه في الخباثة وبعت رسالة لجون علشان يجي، وبدأوا يفتشوا البيت وسألوا برضه إذا كان حد عايش معاه، لكن المرة دي قال له إنه كان عايش مع واحدة وبنتها، لكنهم مشيوا من شوية وقالوا هيشوفوا شقة تانية يسكنوا فيها. لكن
وخواكن بيكذب ظهرت بيتي من ورا ظهره، فعرف انه بيكذب وهدده بمسدسه وبدأ يفتش الشقة كلها لحد ما لقى بيرتا متخدرة ونايمة على السرير وعلى ايديها اثار ربط، فعرف انه اللي عمل كده، فجاب بيتي وقعد جنبها وسأله اذا كان الاعاقة عنده حقيقية ولا لا هي كمان، وزق الكرسي ووقعه على الارض وخلى رجالته يضربوه، وحس خواكن ان خطته باظت وانه مش هيعرف يهرب الا لو جون وصل، وبدأ جارليتو يهدده بالقتل لو ما اتكلمش، وقال له انت قدامك اختيارين، تفضل ساكت وهفضل اعذب فيك واخليك تموت بالبطيء، او تقول الحقيقة وساعتها هقتلك على طول من غير معاناة. وفجأة تليفون خواكن بيرن، ولما جارليتو بيرد بيلاقي الضابط جون وبيقول له افتح الباب انا بره، وساعتها اتعصب جارليتو وفتح الباب وهدده بالمسدس وسأله ايه اللي جابك هنا، فقال له ان جات لي رسالة من خواكن قال له فيها انه لازم يجي حالا لانه اكتشف حاجة مهمة، لكن ما صدقهوش وامر رجالته يربطوه، ولما رجعوا لخواكن قال له انا هقول لك الحقيقة، وبما انه كان مراقبهم فعارف اساميهم كلهم، وعرف ان ريني هو اللي كان بيجي شقته بيعذب بيرتا وكان عاوز يسرق الفلوس كلها لنفسه، وعلشان يصدقه قال له لو فتحت الدرج هتلاقي ساعته كان نسيها هنا المرة اللي فاتت، فبدأوا كلهم يشكوا في بعض وضربوا نار على بعض وكلهم ماتوا ما عدا جارليتو، وكان مصدوم لانه صديقه اتضرب رصاصة، وفي الوقت ده بتصحى بيرتا وبتاخد مسدس وبتروح تقتل جارليتو بسبب اللي عمله في بنتها، وبعد ما كله مات اتفاجئوا انه جون لسه عايش، وراح جاب له الكرسي بالعجل وقال له انا هساعدك وهخفي كل الجثث دي مقابل نص الفلوس اللي انت سرقتها، وقال له في الحالة دي انا مش هبوظ لك حياتك، لكن رد عليه بانه هو كمان يقدر يبوظ له حياته، ووراله الفيديو بتاعه مع العصابة، فقال له ان الفيديو ده ممكن يموت معاك، وهو بيتكلم خد علبة البسكوت المسموم وبدأ ياكل منها، وهدد انه يقتل بيرتا وبنتها، فاضطر انه يوافق، واتفقوا وخد الجثث في شنطة عربيته ومشي، وفي نص الطريق بدأت تظهر عليه اعراض السم وبدأ ينزف وخبط في عربية قدامه، فنزل وهو بيحتضر وبيشوف ايد جثة خرجت من شنطة العربية، فعرف ان كده حياته مش بتتدمر انما بتنتهي زي ما عصابته انتهت. اما خواكن قرر انه يعيش مع بيرتا وبيتي حياة هادية وكأن ربنا عوضه بيهم عن مراته وبنته. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، لو عجبك يا صديقي ما تنساش تديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك وتشير الفيديو مع كل اصحابك واحبابك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت. بس كده اشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.